دي صينية البطاطس اللي بالبشاميل أو الجراتان البطاطس اللي بالكريمة أو اللبن، والعصاج اللي هو اللحمة المفرومة. تابع معايا الخطوات دي لما طلعت من الفرن. صباح الخير. النهاردة الطبق اللي هعمله اللي هو صينية بطاطس بالبشاميل أو جراتان البطاطس. مكونات الصينية عبارة عن بطاطس أنا قطعتها شرق سلايز بالطريقة دي، يعني السمك كده، وعصاج وبشاميل. العصاج أنا جبت مقدار من الزبدة والزيت، ساحت حطيت فيها اللحمة، نزلت ميتها، نزلت البصل، نزلت بكمية البهارات، قرفة، جوز الطيب، ملح، فلفل، حبهان، وبعدين نزلت بشوية جزر مبشورين، وبرضه حبة فلفل رومي قطعته صغير. وطبعا بتتحدقي بالملح والفلفل زي ما انت عايزة. البشاميل انا جبت مقدار من الدقيق، مقدار من الزبدة مع الدقيق مع الزيت، حطيت عليه نفس المقدار دقيق، شوحتهم على النار بس ما تخلوش يتحمر قوي، يا دوب تشمي ريحة الدقيق. تنزلي باللبن، وانا نزلت عليه بمكعبين جبنة كيري ومعلقة جبنة كريمي، وطبعا حدقته برضو بالملح والفلفل وجوز الطيب، وخليته خفيف يعني مش تقيل. دلوقتي انا هحط هنا في الصينية مقدار من البشاميل، وبعدين هرص فيه البطاطس. البطاطس دي انا هرصها كده داير ما يدور جنب بعض، يعني بطريقة منظمة كده كده لغاية ما اخلص الدور الاولاني. هنزل عليها اللحمة. بعد ما اخلص الدور الاولاني انا هكمل معاكي. دلوقتي يعني بعد ما رصيت البطاطس هنزل طبقة الحشو اللي هي اللحمة المفرومة. عايزة تحطيها قطع فراخ مفيش مشكلة. وبعدين هنزل بعد ما افرشها كويس، هنزل عليها بكمية من الجبنة الموزاريلا. طبعا هفرد كامل بقية اللحمة. وبعدين انا كده دلوقتي رصيت اللحمة المعصجة، واللي حطيت عليها مبشور الجبنة الموزاريلا او جبنة رومي او جبنة بارميزان، شوفي الجبنة اللي انت عايزاها ايه. وبعدين دلوقتي انا هرص وبعدين برضو هحط حبة برضو بالبشاميل تاني. وبعدين هنرص بقى البطاطس برضو بطريقة منظمة كده، السلايس كله كده ورا بعضه كده. طبعا العين بتاكل، يعني بتاكل قبل ما بتشوف قبل ما تاكل، فطبعا لازم يكون مش شكلها مش مكعبر يعني. وكده لغاية ما اخلص كل الرصة. اديني رصيت طبقة البطاطس الاخرين اللي هي سلايز الرفيعة بالطريقة المنظمة دي. دلوقتي انا هنزل البشاميل عليها. طبعا البشاميل هخلي حبة من البشاميل. دلوقتي هقول لك هعمل عليه ايه. افرده كويس. انا الحبة من البشاميل ده اللي فضلوا هنزل عليها زبدية، وهنزل عليها بضاية، واخفقهم عليها ونزلهم فوق الوش.
دلوقتي انا حطيت البيضة، وهنزل الزبادي، هقلبهم كويس مع البيضة، وبعدين انزلهم فوق الوش. واخر حاجة هحط طبقة من الجبنة عليها، اللي هو الجبنة المبشورة. وبكده يبقى خلصنا صينية الجراتان البطاطس، او بطاطس بالبشاميل بالعصاج، اللي هي اللحمة المفرومة. وهدخلها في الفرن تقعد لها ساعة نص ساعة. خلاص انا كده قلبت الزبادي مع البيضة مع حبة البشاميل اللي كانوا باقيين. نفرشها كويس. دلوقتي اخر طبقة هنحطها اي جبنات عندك. يلا خليها بقى دمار بالمرة. وكده يبقى خلصنا صينية الجراتان البطاطس او البطاطس بالبشاميل. في رعاية الله، مع السلامة.